أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله التي لا تقتصر على ضمان المظهر الجمالي للعشب، بل يجب أيضا أن تضمن الأداء التقني للأرضية وأيضا قدرتها على تحمل الضغط والتغيرات المناخية. أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله للإشارة لديها عشب هجين، بمعنى عشب طبيعي واصطناعي، وفق الشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية في المغرب المعروفة باسم سونارجيس، وهي الشركة التي تشرف على هذا الملعب. فإن صيانة العشب تستمر على مدار العام، إذ يتم تغيير نوعية العشب وفق الفصول. في الأشهر الباردة يتم اعتماد هذا العشب المعروف باسم ري جراس بالعربية الزوان المعمر، وهو عشب يصمد إذن عند درجات الحرارة المنخفضة. وفي الأشهر الحارة يتم تغيير أرضية الملعب للاعتماد على نوع آخر من العشب يعرف باسم برمودا، الذي نشاهده، أو الثيل باللغة العربية.